السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. انا اختكم ام يوسف من قناة بنت العمدة. ان شاء الله النهاردة عايزين نتكلم عن فوائد السمسم. اول حاجة يا حبايبي، من فوائد بذور السمسم ان هو مفيد لعلاج الانيميا. 2، بيقوي المناعة لاحتوائه على نسب حديد ومغنيسيوم وزنك. 3، من أفضل المصادر الطبيعية للكالسيوم وتقوية العظام. 4، يحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن مهمة زي الحديد والمغنيسيوم والزنك. 5، يحسن عمل الغدة الدرقية. 6، يتحكم في مستوى السكر في الدم لأنه يؤخر من امتصاص السكر في الدم. 7، يخفض مستويات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية. 8، يخفض ضغط الدم المرتفع بسبب احتوائه على مغنيسيوم الذي يساعد على توسيع الشرايين. تمام، دي جزء من فوائد السمسم التي لا تعد ولا تحصى. ممكن ترجعوا للفيديو عن فوائد السمسم، فيديو باسم دكتور محمود جمال، دكتور تغذية. ماشي، ان شاء الله النهاردة هنعمل بسبوسة واحاول اضيف لكم فيها سمسم عشان يعزز من قيمتها الغذائية. وانت لو عندك عيالك يعني عيل نحيف او حد يعني عايز يتخن، ممكن تضيفي له السمسم، تدخليه له في كذا اكله يعني، او في مخبوزات او في كده. انا بحطه في القرص وفي في البسبوسه، ولو هتعملي حلويات برضو ممكن تضيفيه. ماشي، النهارده ان شاء الله هعمل لكم بسبوسه بالسمسم لاول مره وحصريا على قناه بنت العمده. ماشي، معاك المكونات ايه؟ هنجيب حله نظيفه، هنحط فيها كوبايتين من السكر وعليهم كوبايتين من الميه قد حجم السكر ميه، او في ناس بتضيف مره ميه، بتضيف الميه مره ونص، يعني كوبايتين سكر تضيف لهم كوبايتين ونص ميه، او تضيف لهم 4 كوبايات ميه. بس عامه عشان ما تاخدش غليان كتير انا بضيف قد السكر ميه، ونعصر عليهم نص ليمونه ونطلع بيهم على النار. ماشي، ده السيرب او الشربات بتاع البسبوسه اللي هنسقيها بيه بعد ما تخرج من الفرن. نقلبهم ونولع عليهم النار على نار هاديه، بس ما ننساهمش زي ما انتوا شايفين كده. وديهم على البوتاجاز وارجع لكم بسرعه. بعدين يا حبايبي هنجيب بولة نضيفة وهنحط فيها دقيق السميد. انا البسبوسة دي كنت شارية لها نص كيلو سميد من عند العلاف، لان جبت البسبوسة اللي هي الجاهزة في الكيس وعملتها طلعت ناشفة ومش حلوة، معرفش ايه السبب. ضفت لها السمنة والزبادي ونفس المكونات اللي على الكيس، بس برضو ما طلعتش حلوة وحسيتها خفيفة. فانا قلت ان انا هجيب اللي هي السميد السايل ده اللي بالكيلو واجربها مرة كمان واشوف هتطلع شكلها ايه. جبنا في البولة نص كيلو سميد، فهنفضي عليه كيس فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر عشان تخلي البسبوسة نافشة وحلوة من جوه. وزي ما انتوا شايفين كده اهو معلقة بيكنج باودر بعد ما فضينا كيس الفانيليا. وفي المرحلة دي تقدري تضيفي عليها 3 معالق سمسم، يعني انا ضفت عليها 3 معالق سمسم عشان ما يبقاش السمسم كتير. وبرضو لما رحت اجيب لما رحت احطها افضيها في الصينية اللي هنوديها الفرن، دهنتها بالسمنة ورشيت فيها سمسم زي ما احنا كده بنعفرها بالدقيق او بنعفرها بالسكر. انا حطيت فيها سمسم، صدقوني بيعلي من قيمتها الغذائية وبتبقى طعمها جميل قوي. والسمسم ده لما بيروح الفرن كده بيدي طعم التحميصة
تبقى طعمها تحفة يعني. كده تضيفي السمنة على السميد، هتضيفي معلقة البيكنج باودر وكيس الفانيليا وتقلبيهم كويس خالص خالص لحد ما السمنة تتشرب في السميد خالص، يعني يبقى شكل السمنة كده عاملة زي عارفة انت الرملة المندية او الرملة المبلولة شوية دي، هيبقى هيبقى شكلها كده، هيبقى شكل السميد وعليه السمنة كأنك رملة مبلولة مية. بصي شكلها عامل ازاي اهو، بصي زي حبيبات الرملة بالظبط اهي. كمان انا حطيت نص كوباية بس سمنة، لكن ما شاء الله نص الكيلو يعني طلع كمية كتيرة. انا كنت عاملة المقادير دي على اساس الكيس اللي بنجيبه جاهز من عند اللبان. انت ممكن تضيفي كوباية سمنة عادي خالص، يعني هتاخدها مش هتاخدها وتخلي البسبوسة معاكي مفرولة وطعمها جميل. وبعدين ضفت كوباية اللبن ضفت كوباية اللبن وقلبتها شوية على ما جبت الصينية ودهنتها بالسمنة ورشيت فيها السمسم. رجعت لقيت الخليط يعني نشف شوية، شرب اللبن، فضفت له كوباية لبن تاني. وممكن تضيفيها كوباية مية عادي، يعني انت ممكن تضيفي بعد ما حطيت السميد عليه السمنة وقلبتيه والسمسم وضفتي كوباية لبن، ممكن تملي الكوباية نفسها مية وتضيفيها. عندك لبن ضيفي لبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده حسيتها نشفت شوية، ضفت لها كوباية لبن تاني. وبعد ما قلبتها كويس فضيتها في الصينية اللي هي الصينية الصغيرة 20 سنتي. كمان حسيت ان الخليط اكتر شوية منها. ايه شايفين قوامها ازاي اهو، طرية كده من اللبن وجميلة. في الصينية هتفضيها وما تمليش او الصينية لحد الحروف، عشان لما تروح الفرن هي هترتفع، هي هتعلى في الفرن عشان فيها بيكنج باودر برضو. بصوا ما شاء الله طلع كمية يعني ده انا لو عندي صينية بسبوسة صغيرة زي دي تاني كان هيطلعوا 2، بس للأسف هي دي أصغر صينية عندي في البسبوسة يعني في صينيات الحلويات، فأنا حطيتهم في حاجتين. كده خلاص هتسويها، تفرديها كويس وما تخليش الجوانب حاجة أعلى من حاجة، تسويها وبعدين تجيبي السكينة وهي نية كده وتقطعيها، وبعدين تطلعي بيها على الفرن. بص كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت عايزة أكلمكم يا حبايبي على حاجة. تمام، دلوقتي وأنا ببقى ماشية في الشارع، يعني رايحة شغلي، رايحة أشتري حاجة، نازلة رايحة عند حد من قرايبي، بشوف في الشارع البنات في سن الشباب ما شاء الله 17 سنة و18 سنة و16 سنة، البنات الحلوين اللي زي الورد دول. الواحدة فيهم لابسة لبسهم حلو وجميل، اللي لابسة دريس واللي لابسة بنطلون واللي لابسة بلوزة، مش الاعتراض على اللبس، لفة الطرحة اللي بيلفوها. يعني الواحدة ماشية لفة طرحة على دماغها وشارية طرحة، والطرحة كبيرة بس عاملينها بطريقة نص شعرها من قدام باين، رقبتها باينة، رقبتها من ورا باينة، يعني لو وطت تربط الكوتش ولا تجيب حاجة وقعت منها، رقبتها من ورا باينة، رقبتها من قدام. وفي اللي عاملة الطرحة فرداها على البندانة ولابسة عليها البلوزة و... ونص شعرها طالع من البندانة. أنا عايزة أعرف يعني سؤال، هي دي الموضة ولا ده ترند
ولا دي لفات الطرحة واحنا ما بنعرفش نلف الطرحة، ولا ده ايه؟ نفسي تعرفوني، نفسي تعرفوني. يعني انا كأم، لو انا بنتي نازلة من البيت ورايحة رايحة مدرستها ولا رايحة معهدها ولا كليتها ومعاها طرحة هتلفها بالطريقة دي، ازاي هسيبها تنزل كده؟ يعني ليه ما تلفش الطرحة كويس وتداري شعرها وتغطي رقبتها وتغطي صدر البلوزة وفتحة الرقبة؟ ايه المشكلة يا بنات ان انت تحافظي على نفسك، يعني ان انت تحافظي على لبسك ويبقى لبسك انيق وشيك بس محتشم. انا مش هقول ان لبسكم مش محتشم، انتوا لبسكم على الموضة وكل حاجة، بس يعني انا حاسة ان الموضة اوفر شوية. فيدوني في التعليقات وعرفوني رأيكم ايه. ماشي، رجعنا للبسبوسة. حطيتها في الفرن حوالي 40 دقيقة. لما الجوانب احمرت طلعتها على الرف اللي فوق، خدت لون من فوق، ولعت لها الشواية 5 دقايق بس، وانا فاتحة فرن، وانا فاتحة باب الفرن عشان ما تتلسعش مني. وبعدين طفيت عليها وطلعتها وهي سخنة مولعة والشربات سخن على العين. رحت مفضية عليها الشربات، سقيتها بيه وغطيتها شوية لحد ما اتشربت، وبعدين صفيت منها الزيادة، يعني صفيت منها الشربات الزيادة عشان متبقاش عايمة قوي. وزي ما انتوا شايفين كده حطيتها في التلاجة شوية بردت، يعني استنيت لما هديت شوية من سخونية الفرن وشربت الشربات بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، شايفين القطعة ماسكة نفسها ازاي؟ حطيتها في التلاجة قد ساعة كده، قد ساعة كده مسكت نفسها شوية وهديت منها السخونية. وبعدين جبت الطبق وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله القطعة سميكة وحلوة كده وماسكة نفسها ولونها تحفة وطعمها الله أكبر. وعايزة أقول لكم إن السمسم مش مؤثر خالص، عايزة أقول لكم إن السمسم مش مؤثر خالص على طعمها، بالعكس مخليها جميلة أوي. والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش الاشتراك في قناتي أم يوسف بنت العمدة أم يوسف، واللايك الجميل منكم ده تشجيع منكم ليا عشان أستمر وأقدم لكم وصفات أحلى وأحلى. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايب قلبي.